بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد من تكنو اب. النهارده هنتكلم عن موضوع لو حد عايز يعمل ابجريد للسرعه بتاعته او يعلي السرعه بتاعته مثلا من 1 ميجا ل 2 ميجا او ل 4 ميجا او 8 ميجا، ومش عارف اذا كان الخط بتاعه او الخط اللي بيستخدم عليه الاي دي اس ال سيرفيس يستحمل السرعه العاليه ديت او لا. انه ممكن يعلي مثلا خط 1 ميجا وممكن يعلي ل 8 ميجا والخط ما يشيلش اصلا 8 ميجا، فالخط يبوظ خالص، ما يشيلش الداتا بشكل كويس ولا تتنقل بشكل كويس، والسرعه تكون بايظه وبيدفع سعر عليها عالي بدون فايده. فانا هعرف منين؟ اول حاجه هفتح الموقع ده اللي هو kids.co.uk ADSL، واختار برودباند اندكس، ومنها اختار ماكسيمم سبيد. هنيجي هنا هنلاقي في المربع ده في حاجه اسمها داون ستريم اتنشن. تمام، هجيب منين الرقم ده؟ هفتح الاي دي اس ال راوتر، اقدر اكتب في العنوان 192.168.1.1، يظهر لي بوكس اكتب فيه ادمن او على حسب اليوزر نيم والباسورد الخاصين بصفحه الراوتر، وادخل على حاجه اسمها من ستاتس، اضغط على ADSL درايفر او ما شابه لو في نوع راوتر تاني. انا حاليا في راوتر دي لينك. هنيجي هنا في الاختيار ده او في ال ADSL درايفر في حاجه اسمها داون ستريم اتنشن. داون ستريم اتنشن في رقم قصادها اللي هو 26. هاخده كوبي باست على الموقع واضغط على كالكوليت. تمام، بعد ما اضغط على كالكوليت هتظهر لي هنا ال DSL ماكس سبيد اللي الخط بتاعي يقدر يشيله 8128. يعني الخط بتاعي اقصى سرعة عليه يقدر يتحملها هو 8 ميجا. تمام، لو طبعا الكابلات بتاعتك عندك في البيت تمام وما فيهاش اي مشكلة هيشيل ال 8 ميجا ديت بدون اي مشاكل. تمام، بحيث ان احنا لو عايزين ان احنا نعمل ابجريد للسرعة بتاعتنا او للخط بتاعنا بدون ما ندفعه، وبعد كده نجرب وبعد كده نشوف او نكتشف ان يبقى في مشكلة عندنا والدعم الفني يقول لنا ان احنا هنعمل ايه داون جريد للسرعة عشان الخط يقدر يشتغل بشكل سليم.